لو عمرك ما سافرت بره مصر قبل كده ونفسك تعرف ايه اللي بيحصل في المطار فتعالى احكي لك. مبدئيا بتعدي التفتيش بسيط للشنط الكبيره، بيشوفوا لو معاك اي حاجه خطر على المطار او فلوس او ذهب بكميات كبيره. بعدها بتدخل على الكاونتر الخاص بالطيران بتاعك. لو طيران اقتصادي فده اطول طابور هتشوفه في حياتك. هنا بتوزن الشنط وتستلم البوردنج باس، وده باختصار تصريح دخولك الطياره، في كل معلوماتك، الكرسي والبوابه اللي هتستنى عندها. يا جماعه مهم قوي، وانس ان انت اخدت البوردنج ده الطياره ما ينفعش تطلع من غيرك، لان خطوط الطيران اتاكدت خلاص ان انت في المطار. احنا لازم نلاقيك باي شكل من الاشكال. ضروري قوي تركز في الستيكر اللي ورا عشان بيقولك هتستلم شنطك في الترانزيت ولا هتروح على اخر نقطه على طول. وطبعا الناس اللي بتسافر دايركت ما عندهاش المشاكل دي. ندخل بقى على الجوازات. اولا بتملى بياناتك في ورقه، وطبعا مش هننسى ان الورقه دي هي اللي انقذت مصر لما سوفت وير المطارات كلها وقع. نصيحتي بقى حاولوا تختاروا ضباط بنات. يا جماعه الظابطه بتاعت الجوازات بصت لي وقالت لي خمساتك حلوه. بعدها بندخل على تاني تفتيش. هنا بيتاكدوا ان الحاجات اللي معاك ينفع تدخل الطياره. بتقلع الشنط، الجزمه، وبتسيب اي سوايل. كده انت رسميا بالنسبه للحكومه طلعت من مصر، وفي حته تعتبر منطقه دوليه. هتلاقي الاسواق الحره الاسعار فيها بالدولار، ولو اشتريت بالكريدت كارد هتلاقي بيخصم كانها معامله دوليه. وطبعا المطاعم دي مش بنيجي جنبها خالص. تقعد بقى تدور على الجيت او البوابه بتاعتك لغايه ما تلاقيها، وتستنى لغايه ما يندهوا ان الجيت فتحت. والناس في طابور الجيت بيتقسموا لمدرستين. ناس بتقف من بدري جدا عشان تدخل الطياره الاول، وناس تفضل قاعده لغايه ما كل الركاب يركبوا وتقوم في الاخر. ده انا. والله يا جماعه مش عارفه الناس بتقف بدري قوي كده ليه، ما كلنا هنركب في الاخر، بنستنى اللاين يخلص وبعدين نبقى نقوم نقف. اخيرا بتدخل في بلان رود عشان توصل الطياره، وساعات بياخدوك في باص لو الطياره راكنه بعيد. وبس كده انت كده خرجت من ام الدنيا.